السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي وفيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنكمل اللي بدأناه، هنكمل بقية المطبخ، وممكن طبعا ما أقدرش إن أنا أكمله كله، مفيش أي مشكلة. أنا كده هعمل تقريبا 3 ظرف برضو زي ما اتفقنا، وهيبقى فاضل لي حاجات بسيطة هتتعمل المرة الجاية بإذن الله. ومحدش يقول لي إن الوقت عدى والوقت فات، لا الوقت ما عداش ولا فات ولا حاجة. بعون الله قبل رمضان هنكون خلصنا كل حاجة. المطبخ هو أكتر حاجة بتاخد معايا وقت، وانا ما حبيتش ان انا اعمله كله في يوم ولا يومين، لان طبعا انتوا عارفين بجانب المطبخ وبجانب التنظيف العميق اللي احنا اتفقنا عليه ان بيبقى عندنا طبعا في يومنا شغل تاني، اكل، غسيل، ترويق عادي، كل الكلام دوت. وطبعا مش عشان انا هعمل تنظيف عميق لاي مكان في البيت يبقى انا اسيب بقيه البيت كله متبهدل، لا مش هينفع، ما ينفعش اقعد في كركبه، لازم اقعد برضو في نظافه. وهنا انا اول حاجه بدات بيها التوابل. انا فضيت كل اللي في التوابل، سواء سكر، شاي، كمون، اي توابل. حطيتها في قلب اطباق على الرخامه، وغسلتهم وسبتهم يتصفوا زي ما انتم كنتوا شايفين، غسلتهم عادي خالص، صابون سايل وكلور والليفه او السلكه وميه سخنه. وهنا بقى بدات ان انا اغسل في الخشب علشان الدهون، طبعا انتوا عارفين المطبخ هي اكتر حاجه بتتبهدل زي ما قلت لكم قبل كده. طبعا انا هنا بعصر الليفه جدا من الميه، وبغسل الظرف زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده الفوطه انا بغسلها تحت الحنفيه، اعصرها كويس جدا والم بيها الصابون، وبعد كده فوطه ناشفه تماما انشف بقى بيها بعد كده في النهايه، وبكده ابقى ضمنتي ان انا احافظ على المطبخ. وعايزه اقول لكم يا جماعه معلش، اللي احنا بدأناه برضو نحافظ عليه، علشان حرام تعبنا ومجهودنا كله يروح على الفاضي. اللي انا بدأته ايدي دايما فيه، وانا اكد لك لو ايدك دايما في الحاجه اللي انت عملتيها تاكدي انها هتفضل نضيفه بعون الله باذن الله. تمام. وهنا انا بكمل في بقيه المطبخ زي ما قلت لكم. وطبعا انا عملت المطبخ برضو من جوه، الظرف من جوه برضو شلتها، مسحت التراب ورصيت حاجتي زي ما انا زي بطريقتي. بس انا طبعا ما حاولتش ان انا اطول الفيديو عليكم اكتر من كده. وهنا بقى بعد ما خلصت المطبخ انا قلت طبعا اعمل الاكل. الاكل هنا بالنسبه لي انا وملك ده حواوشي. ليه انا وملك بس؟ لان جوزي عمل لحمه راس وانا ما بحبهاش وماليش فيها نهائي. الحواوشي هنا عباره عن، أنا طبعا عشان احنا نفرين انا جبت ربع كيلو لحمه مفرومه، فيها طبعا نسبه دهون ونسبه دسم. انا حطيت واحده طماطم، 2 قرن فلفل رومي، واحد قرن حامي، واحده طماطميه صغيره، بصلتين كبار. وضربت البصل في الكبة وحطيت عليه التوابل، بابريكا، كمون، شوية كمون صغنن قوي، نص معلقة فلفل اسود، شوية بهارات، ودي كده التوابل والملح. انا هنا بوريكم الطاجن اللي جوزي ايه عمله. دي رحمة راس، هو عاملها عبارة عن بصل، فلفل، طماطم، بس كده، وسلقها طبعا لما استوت نهائي، وبعد كده عمل الحاجات دي وحطها في الطاجن. انا طبعا ماليش فيها فمش هشغلكم بيها لان انا ما بحبهاش. هنا انا بعد ما خلصت اللحمه بتاعت الحواوشي، انا حشيت العيش بالشكل ده. انا عملت برضو شامي وعملت بلدي، انا عملت تقريبا 3 او 4 على قد انا وملك. ودي الطواجن بتاع جوزي بألف هنا وشفا ليه. وادي الحواوشي، وعملت حمرت جنبه بطاطس والليمون المخلي اللي انا عاملاه معاكم قبل كده. وبكده ده اكلنا النهارده. تمام. بعد ما خلصنا طبعا الاكل واتغدينا، انا قلت بقى ادخل بقى اشوف اللي انا ورايا بعد كده في المطبخ. انا بصراحه في اليوم ده انا فعلا فضلت طول اليوم في المطبخ، بس بعد كده برتاح بقى. هنا انا جايبه فراخ برضو، دي هشيلها باذن الله. انا حطيت طبعا شويه خل، شويه ملح والميه، وبسيبهم بتاع نص ساعه كده ولا حاجه، في الميه والخل. وبعد كده بغسلهم كويس جدا، وبحطهم في المصفى يتصفوا من ميتهم، وبنقعهم تاني مرة تانية. طبعا الفراخ انتوا عارفين ان هي لو متغسلتش كويس جدا بتشيل زفارة. ولازم طبعا اهم حاجة نظافة الفراخ، بصراحة الواحد ياكلها كده ما يشمش فيها ريحة اي حاجة مش حلوة. تمام. وبعد الخطوة الأولانية اللي أنا عملتها دي والغسيل ده، أنا بسيبها تتصفى من المية خالص. وبعد كده بحط مية نضيفة من أول وجديد، وبحط فيها حوالي معلقتين 3 كده دقيق، وليمونة ليمونتين ما فيش أي مشكلة. وبسيبهم برضو كده مع نفسهم ربع ساعة، تلت ساعة، وهم منقوعين في الدقيق والليمون. الدقيق والليمون بيشيل كل زفارة موجودة في قلب الفراخ. والخطوة دي مهمة جدا بالنسبة للفراخ. الفراخ دي طبعا انا قلت انا جبت فرختين. انتوا عارفين طبعا يا جماعه احنا كلنا في الظروف دي، وعارفين ان الحاجه غليت قد ايه. فمش ضروري طبعا ان انا اكل فراخ على يومين ولا لحمه على يومين، لا كفايه ان انا اكل فراخ يوم مثلا ولحمه يوم تاني.
وده اللي انا فعلا بعمله. الفراخ انا هنا جايبه فرختين، ودول بعون الله وباذن الله انا هقسمهم على عددنا، واحنا عددنا مش كبير. انا بالنسبه عند ملك بنتي ما بتاكلش قوي، فهقسمها بطريقتي، وكل واحد طبعا على حسب عدده بيقسم، وبرضو نحاول نوفر شويه. وهنا التتبيله بتاعت الفراخ انا بحط طماطم، بصل، ورق لوري، فلفل حامي، نص قرن. عايز تحطيه حطيه، مفيش مشكله، مش عايز تحطيه عادي. التوابل بقى فلفل اسود، بهارات، كزبره، اللهم صل على سيدنا محمد، مرق دجاج، بابريكا، ملح. وده انا ضربته كله. وبعد كده انا بتبل الفراخ اهي. الفراخ طبعا انا لما باجي اتبل الوراك وكده انا بحاول ان انا افتحها بالسكينه علشان التتبيله تدخل جوه الفراخ، وبتاخد طعم كويس في التتبيله. والتتبيله لما الفراخ ما تشيلهاش ابدا من غير تتبيله، يعني ما تشيلهاش كده وتقولي لما اجي استعملها ابقى اتبلها، لا لا لا. اعملي كده ان انت تتبلي الفراخ وتسيبيها في التتبيله في الجيب او في الفريزر، وتيجي تطلعيها انت هتلاقي طعم تاني خالص. التتبيله بتخلي الفراخ جميله جدا. وهنا انا خلصت خلاص الفراخ، وهنا انا جايبه بانيه، بس انا بصراحه انا حطيته لكم اهو، بس انا ما تبلتهوش لان ما كانش عندي وقت. فتتبيلتي البانيه او تتبيلي البانيه سهل، ما فيش مشكله. هنا بقى انا جايبه 10 كيلو بسله، فصصناهم، قعدنا بصراحه يومين نفصص فيهم. وجايبه حوالي 2.5 جزر وقطعتهم برضو. وهنا بقى انا هفرزهم برضو. بغلي ميه، بحط فيها معلقه سكر، معلقه ملح، نص معلقه كربونات. انا ما كنتش بحط ولا سكر ولا ملح في الاول خالص، يعني الاول لما كنت بشيلهم وكانوا بيبقوا زي الفل، ما فيش مشكله. بس انا شفت شيف قالت عليهم ان هي ماده حافظه وكويسه، فقلت اجرب، ما فيش مشكله. وهنا بعد ما قلبت يعني دوب بتغلي غلوه واحده كده، بحطها في المصفى في الحوض، وافتح عليها الحنفيه الميه الساقعه، واسيبهم يتصفوا تماما. اهم حاجه ما يكونش فيهم ولا نقطه ميه البسله. وبعد كده بحطهم في اكياس بطريقتي انا برضو، بعددي بالعدد بتاع، على قد العدد بتاعنا، على قد الكميه اللي انا بعملها، انا بفرز حاجتي. وهنا انا خلصت تفريز البسله. وهنا بقى طبعا انا جايبه طماطم، كنت وريتها لكم. انا جايبه 6 كيلو طماطم، انا جبت كيلو ونص ب10. انا طبعا يعني الكميه دي مش كفايه، بس انا عندي شايله كتير، يعني كنت كل ما بلاقيها رخيصه ب5، ب3.5، ب4 كده كنت بجيب وبشيل. وطبعا قربت تخلص شويه اللي انا شايلاها، فقلت ايه، اجيب 6 كيلو دول يساعدوا جنب اللي موجودين عشان يكفوني باذن الله. هنا طبعا غسلتها، وبحط كوبايه ميه وبحطها على النار سليمه زي ما هي كده لحد اما تدبل خالص، وبتنزل ميتها كده. وبعد كده بضربها في الخلاط بميتها. ماشي. وبعد ما بضربها في الخلاط انا بحطها في حله تانية، وبحطها على النار تتسبك، تتقل شويه. وبعد كده بطفي عليها، اما تبرد خالص بحطها في الاكياس برضو بتاعتها، وبسيبها على جنب، بس لازم لما تبرد خالص. وبكده انا فرزت حاجتي. ويارب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وانا سهلت على نفسي حاجات كتير قوي. والسلام عليكم ورحمه